خويا كاين لاعبين في البطوله حاليا انا رجاوي، ولكن اخويا حريمات راه يلعب هنايا. انا رجاوي ما ندويش على حنا الرحيمي ولا على الدراري الرجاء ولا ديال الوداد اللي عندهم كيجيونا لافريك، ما نقولش كرطوبه ولا حراره، راه كيجيو كيلعبوا مع الجوج وكيربحوا وكيمشيو. راه صنداوش شدوها ضربوها الوداد اصاحبي، راه حشومه اصاحبي، راه حشومه هادو يضحكوا عليك وتقول لهم انا كنلعب في مانشستر، انا في باير، انا في باري، انا هنا وكلاسمو واللعابه وهذا شحال كيشد، راه حشومه اصاحبي، راه حشومه، راه ضريتونا بزاف. علاش يا حكيمي علاش؟ غير معقول تضرب عارضة وتخرج، غير معقول الكرة تضرب علاش يا حكيمي؟ دونك باش ندويو بوضوح وما نزوقوش بزاف ديال الحوايج، حنا جينا من الاول، جينا حنا هما الابطال. هذه واحد النقطه سلبيه جدا، زعما جينا راه حنا هما الكاتريام دو موند، راه واعرين، راه ما كاينش اللي غادي. دونك كلشي جاي مخلوع منا، كلشي جاي كما كتشوفوا. الكونغو وحنا معاها، زامبيا 1-0 بزز. دونك هادو بوحدهم راه غيوريوك الباركور ديال المغرب كيفاش داير، وغيوريوك كيفاش داير حتى النيفو ديال لافريك. النيفو ديال لافريك راه كبار من داكشي اللي كنا كنتخيلوا. عاد باش تزيد زعما الاختيارات المدرب راه ما بغيناش نناقشوها في الاول، زعما كنقولوا حنا ما يمكنش زعما نقولوا راه حكار، ما من حقناش، حنا ماشي محللين، ولكن كتخلي احسن جناح في اسيا وتجيب لي واحد معطوب لعب معك جوج ماتشات وتوعت، وتجي تقول لي مخلي حكا حريمات راه ما كيلعبش في الافريك. الحارس اللي جاي فين كيلعب؟ كتسلفوا الاهلي ولا شنو يلعبوا به في الافريك؟ دونك راه المنطق ديال هذا راه داير معايا واحد اللعيبه غنجيبو، راه باقي عندنا في المغرب، فهمتيني؟ باقي عندنا باك صاحبي حتى في لا ليست كونفوكي ديال المنتخب. دونك المسؤوليه كيتحمل المدرب بدرجه كبيره، وكيتحملوها حتى الجماهير بدرجه اقل، اننا عطينا واحد الثقه زائده للمنتخب ديالنا. هادشي اللي كاين. خساره مذله كتزاد على خيبات الامل ديال المنتخب الوطني، اقصاء مر. حتى شي واحد ما كان متوقع ان منتخب جنوب افريقيا يبان بهذه الصوره. فريق متماسك، فريق عنده نجاعه هجوميه، قدر من جوج ديال المحاولات انه يماركيهم بجوج. كنتمنى من الجامعه الوطنيه المغربيه ومن وليد الركراكي والطاقم اللي معاه يراجعوا الحسابات ويراجعوا الاوراق ديالهم، خصوصا ان كاس افريقيا الجايه غتلعب عندنا في بلادنا. بعد الاختيارات ديال الاولمبيين ما كانش محله وما عطاش شي نتيجه. حنا ماشي في التكوين ديال الفريق، حنا خاصنا اللاعب الواجد واللي خصو يكون حاضر، وما خصناش نبقاو نديروا الخواطر. واخا وليد الركراكي قال بانه كيتحمل المسؤوليه ديال هذه الخساره، ولكن خصو يراجع الاوراق ديالو، الاختيارات ديالو وحتى القرارات ديالو. المسار ديالنا من 2006 عامر بخيبات الامل. 2006 خرجنا من دور المجموعات، 2008 خرجنا من دور المجموعات، 2010 ما تاهلناش، 2012 خرجنا من دور المجموعات، 2013 خرجنا من دور المجموعات، 2015 ما تاهلناش، 2017 خرجنا من دور الربع النهائي، 2019 دور الثمن، 2021 دور الربع، ودابا خرجنا من الثمن. هاد الخيبات ماشي غريبه علينا، حنا ولفناها، ولكن بحكم اننا مغاربه وكنموتوا على الوطن ديالنا، راه من طبيعه الحال غادي نشجعوا المنتخب. توقع يتصاب لك اسيدي 5-6، خاص هذوك اللي مريحين في بونشوش خاصو تكون واجد. انت جايب لنا لاعب ما كيلعبوش في راقيهم، كيفاش باش يكون واجد؟ لاعب واحد جيبو معاك مخبيه، كتقول لنا هذا الماتش هذا راه ما يمكنش، راه باين غيدخل شويه غادي يدير الفوت، راه بيلانتي. داك الولد المزراوي راه بيلانتي، ما رجعش للفار، راه خصو يعطيهم هو بيلانتي. مدربين ديال العالم كامل متفقين على حاجه وحده، ان ملي كيكون شي لاعب مهرس ورجع من الاصابه كيدخلوا تدريجيا. فمثلا ميسي ملي كيرجع من الاصابه كيبداو يدخلوا 10 دقائق الاخرى، 5 دقائق الاخرى، باش يرجع تدريجيا في المنافسه. ودابا شفنا مزراوي بحال واقفين عليه، مضروب سنين مع فرقته، ودابا كيدخل رسمي مع فرقه الا درتي الغلط معاها غادي تخلص. وبالخصوص ديال بيلانتي، اي واحد يضيع بيلانتي. راه حكيمي نهار جانا بيلانتي ضد تنزانيا
ضيعوا. ومن داك النهار ما جانا حتى شي بيلانتي حتى لهذا الوقت اللي صعيب بزاف ضد جنوب افريقيا. تصور معايا حكيمي غادي يتيري بيلانتي وعنده في الذهن ديالو ان ديك النهار جاه بيلانتي وضيعوا، وهذا الشيء راه من الطبيعي غادي يلعب على التركيز ديالو. راه داك البيلانتي يكون عطاه لأسوأ لاعب في المنتخب الوطني، كان غادي يكون الذهن ديالو احسن والتركيز ديالو غيكون احسن من ديال حكيمي. وهذا الشيء اللي بان عليه قبل ما يتيري البيلانتي انه كيبان انه كان متردد وما عارفش فين غادي يتيري. وكما كنعرفوا كاملين ان حكيمي ماشي سبيسياليست بيلانتيات في الفرقه ديالو، وراه اللي تخليك شويه ديال الشك ما غاديش يكون المورال ديالك مزيان وتقد دير شي حاجه اللي العاقبه ديالها كتكون خايبه بزاف. ختاما كنتمنى من والد الركراكي انه يدير واحد الالتفاته ويعطي للعاب اللي يستحقوا يلعبوا في المنتخب الوطني، ما تكونش عنده ديك النظره ديال البطوله اللي كيلعب فيها هاد اللاعب واش ضعيفه ولا قويه ولا. حيت مثلا العسكري ملي كيكون في القشله راه كيكون غير جالس، ولكن النهار اللي كتكون شي حرب راه كيتسيف. علاش؟ حيت كيكون كيمثل الوطن ديالو كيدافع على الوطن ديالو. وكذلك اللاعب، راه المرء كيكبر مع التحديات، راه ملي غتعطي لشي لاعب وغادي يجي راه غيمثل البلاد ديالو. وخلينا من النزاعات والصراعات الشخصيه او الانتماء، واش انت رجاوي ودادي بركاني، كنا مغاربه وهنا كنمثلوا الوطن ديالنا وكنمثلوا الشعب ديالنا اللي كيتنكس مورا كل دوره.